يا بلال، خد الجلسة علشان اطالع على المنصة. الأستاذ مصطفى اللي هو المتهم واللي احنا أطلق عليه القاضي المزيف والكلام ده كله، طبعا طلع وكان بيقولوا ان هو بيمارس عمليات النصب والكلام ده كله من حوالي 5 سنين. فالحمد لله تم القبض عليه وهو وفي واحد تاني. وكمان وزارة الداخلية كانت أعلنت على إن هما كمان قبضوا على الشخص اللي كان بيساعدهم في ده، في طباعة الكروت والكلام ده كله يعني. وقالوا إن هما قبضوا على الأستاذ مصطفى والشخص اللي معاه، وقبضوا معاهم على طبنجة صوت والأدوات اللي كانوا بيستخدموها في عمليات النصب والجرائم دي كلها. هدف البرنامج كده التحقيق هو إن إحنا نحلل الجرائم اللي بتحصل دي ونشوف هل هي تشكل جريمة واحدة ولا أكتر من جريمة. ده اللي إحنا هنشوفه النهاردة في قانون العقوبات وبرنامج كده التحقيق، ومعاكم جرجس عادل المحامي. ولكن إحنا هدفنا النهاردة الجريمة اللي موجودة دي اللي هي كده التحقيق، في اللي هي تحت بند أو تحت اسم القاضي المزيف. تعالوا نشوف القانون ممكن يعاقبه على إيه، وإيه الجرائم وإيه العقوبات اللي هتواجهه. فقانون العقوبات بيقول في المادة 106، أو قبل ما ناخد المادة 106 مقرر، إحنا هنتكلم في المادة 155 عقوبات. المادة دي بتقول زي ما احنا شايفين إن كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية أيا يكن بقى هي عسكرية أو غير عسكرية، تمام، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو بإذن، الكلام ده كله يعاقب بالحبس. زي إيه؟ زي واقعة حصلت سنة 74. أحد الناس راح وعمل إيه؟ زي ما إحنا كنا لسه بنتكلم من شوية كده، راح الواحد قال له فين بطاقتك؟ إلا هاخدك معايا على الاسم. الراجل طلع البطاقة والكلام ده كله، والراجل اتحاكم وقتها. ليه؟ لأن هو هنا يطبق عليه المادة 155 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس. زي ما حصل كده مع القاضي النهارده، هو راح وعمل نفسه قاضي وقال لك بس، وراح يتكلم مع المحامين وعمل جلسة والدنيا يعني لذيذة، يعني اللي هو أنا فاضي النهارده تعالوا نعمل جلسة. ما هو هنا عمل نفس الكلام، يعاقب بإيه؟ يعاقب بالحبس. المادة اللي وراها على طول المادة 156 بتتكلم في ايه؟ بتتكلم كل من لبس كسوة رسمية بغير أن يكون حائز للرتبة التي تخرج. طبعا المادة قدامكم. الهدف ايه هنا بقى؟ الهدف ان انت حتى لو اخدت او يعني كان معاك اي حاجة تدل على الوظيفة دي، زي ما احنا شفنا كده كان لابس وشاح، وشويه كان ماسك طبنجة صوت، ما نعرفش دي كانت طبنجة صوت ولا طبنجة تانية، لكن كان معاه اي حاجه تدل على الوظيفه دي، هيعاقب بقد ايه؟ بسنه حبس بمده لا تزيد عن سنه. لغايه دلوقتي العقوبات اللي موجوده قدامه هي عقوبات بالحبس. دول مادتين. طب في مواد تانية؟ طبعا. تعالوا كده نشوف المادة اللي أنا كنت لسه بكلمكم عليها، اللي هي 106 مقرر من قانون العقوبات، اللي هي بتتكلم في إيه؟ اللي هي بتتكلم كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقية. حقيقي المادة دي بتفرق ما بين شخصين. شخص لو عنده وظيفة عمومية، والشخص ده اللي هو زي ما انت لو جيت كده شفت اي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب العقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون اللي هو قانون العقوبات. تعالوا كده قبل ما نشوف المادة دي نرجع تاني او يعني نعرض قدامكم المادة 104 اللي هي بتختص بالموظف العمومي، الموظف اللي هو طلب لنفسه او لغيره. وهنا دي ممكن تبقى الجريمة اللي بيعاقب عليها الموظفين اللي كانوا موجودين او بيساعدوه في انتحال الصفة والكلام ده كله. الموظف ده اكيد طلب فلوس، فهنا هيعاقب بالمادة دي
ممكن. فإن هو دلوقتي النهاردة هيعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103. المادة 103 برضه هتبقى قدام حضراتكم علشان نعرضها، اللي هي بتتكلم في الرشوة. طبعا القانون وضع حد للرشوة بشكل يعني صارم جدا، لأن الرشوة دي قضية صعبة جدا، وهي طبعا بتدخل في عدم أمانة من الموظف وقصص كبيرة جدا. ليه؟ لأن أنت كموظف الدولة يعني بصراحة هي وضعت الثقة فيك بأنك هتبقى أمين على المكان اللي أنت هتبقى موجود فيه، فإنك يبقى في خيانة أمانة بالشكل اللي احنا بنشوفه ده، دي طبعا تستلزم عقوبة. نرجع للمادة 106 مقرر، وهنا إني قال لك لو الأفعال دي تمت من الموظف العمومي هيتحاسب على المادة 104. ولو كان لو كان موظف عادي أو شخص عادي يعني هيبقى العقوبة بتاعته الغرامة. طبعا احنا كده اتكلمنا في بعض العقوبات اللي ممكن تتوجه له. برضو الهدف هو زي ما قلنا التوعية. طبعا لسه في جرائم زي النصب وزي طبنجة الصوت اللي هو حاملها دي، ده برضو تشكل جريمة. انا بس مش عايز اطول على حضراتكم، لكن كان هدفنا في البرنامج ده ان احنا نوضح ايه العقوبات اللي ممكن يعاقب عليها. هي اغلبها دلوقتي الحبس، ولكن في عقوبات تانية ممكن يبقى عقوبتها اشد، ولسه طبعا هنشوف التحقيقات وهنشوف الكلام ده كله هيوصل لفين. فنخلي بالنا ان الجرائم اللي حضرتك ممكن او الافعال اللي حضرتك فاكر ان هي لا تمثل جريمة، لو ركزت فيها هتعرف ان هي ليها مش جريمة واحدة، ليها جرائم. فنخلي بالنا، لان كل فعل انت هتعمله ليه عقوبة لو كان الفعل ده غير قانوني. كان معاكم جرجي سعد المحامي، ودي اولى حلقات برنامج كيد التحقيق. شكرا لمتابعتكم.